لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوعنا عن سيارة من السيارات المطروحة في السوق المحلي، سيارة من السيارات الصينية الحديثة، وهنتكلم عن كل حاجة عنها بالتفصيل. بس الأول عايز أقول للناس اللي أول مرة تدخل على القناة عندي، ياريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة ياريت برضو نفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وياريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. السيارة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي السيارة جيلي ستار راي موديل 2025، وهي من فئة الكومباكت اس يو في او الاس يو في المدمجة، ولكن يعني يمكن ابعادها شوية اكبر شوية من المدمج، يعني داخلة على الميد سايز شوية. وهنتكلم على ابعادها كلها في بقية الفيديو، وهنقول مواصفاتها وهنقول الاوبشن اللي فيها وكل حاجة. بس اول حاجة هنتكلم عليها هي الموتور بتاعها. فيها نفس التوليفة اللي احنا عارفينها اللي بقت موجودة في اغلب السيارات دلوقتي، سواء الصينية او اليابانية او الالمانية، كله بقى موجود فيه دلوقتي. موتور صغير عليه تربو عشان خاطر يدي اداء كويس، وفي نفس الوقت يبقى موفر في استهلاك الوقود وكده. والموتور الموجود في الستار راي موديل 2025 هو موتور 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بيطلع 172 حصان وعزم 290 نيوتن متر، مربوط بفتيس او نقل حركة دي اس جي 7 سرعات، او ديول كلاتش 7 سرعات، ويت مبلل يعني في تبريد زيت. وطبعا هما بقوا يتجهوا للفتايس اللي هي الدي اس جي الويت بدل الدراي، طبعا زي ما احنا عارفين عشان المشاكل الكتيره اللي ظهرت من الفتايس الدراي دي ما بتبقاش موجوده قوي في الفتايس اللي هي او نواقل الحركه الويت. وفي نفس الوقت بتدي اداء سريع وكويس ومتوازن. وكمان الشركات الصيني يعني بيقللوا من حده الشغل بتاع الفتايس الدي اس جي، ما بيخلاش زي الفتايس الدي اس جي الالماني اللي هي قويه وسريعه، والنقلات بتاعتها بتبقى حامية وبتسلم بعض بسرعة، فكل ده بيخلي الكلاتشات تتاكل أسرع. الشركات الصيني بتقلل من ادائها شويه، او بيعملوا لها سوفت وير بيخلي ادائها واطي شويه، خاصه في النقلات الاولانيه عشان يحافظوا على نواقل الحركه لاطول فتره ممكنه. منظومه متعارف عليها في سيارات كتير من السيارات الصينيه، وبالاخص الموتور ونقل الحركه دول موجودين في الجيلي اللي هي الكور راي، اللي هي موديل 2025 اللي هي التجميع المحلي دي. الموتور الجديد ده هو نفس الموجود في الكور راي، بنفس النقل الحركة بنفس كل حاجة. والموتور ده من تطوير شركة فولفو. وكمان في العربية دي بالأخص اللي هي الستار راي، العربية كلها من تطوير شركة فولفو، لأن دي يعني تعتبر الفلاج شيب أو السيارة اللي هي الفاخرة بتاعت جيلي، أو في الفئة دي السيارة الفاخرة بتاعتها هي الجيلي الستار راي. في عربية أغلب خاماتها الداخلية بريميوم، وعربية مخدومة كويس سواء من بره أو من جوه، وهنشوف كل حاجة عنها بالتفصيل يعني. المنظومة دي بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 9.5 ثانية تقريبا، لأن العربية تقيلة برضو، وزنها حوالي 1550 ل 1600 كيلو على حسب بقى الجنوط والتجهيزات اللي فيها. في عربية تقيلة شوية. استهلاكها الوقود حوالي 7.5 8 لتر لكل 100 كيلومتر في السواقة العادية. طبعا لو حرقت عليها وسوقتها سواقة رياضية هيزيد الاستهلاك ده شوية. وده الموتور بتاعها ونقل الحركة بالتفصيل. يعني هي برضو سيارة تعتبر عائلية، ولكن من الفئة اللي هي اللكجري شوية، أو اللي هي الفئة الفارهة شوية. وطبعا ده بيحددوا برضو سعرها والخامات اللي موجودة فيها والكلام ده، وهي سعرها يعني فوق ال1 مليون بحبة كويسين، يعني يمكن تحت ال2 مليون بحاجات بسيطة. وتعالوا بقى نتكلم على بقية مواصفات السيارة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية هنعرف كل حاجة عنها. ونيجي نشوف التصميم بقى بتاع الستار راي موديل 2025. زي ما احنا شايفين تصميم عصري جدا، شكل حلو، شكل فخم برضو. بالديزاين الامامي اللي هو بتاع الشبكة الكبيرة قوي دي، اللي هي باينة بنشوفها في عربيات كتير صيني وفي سيارات برضو كوري شبيهة، مثلا الهيونداي التوسان الجديدة والكيا السبورتاج، اللي هي الشبكة الكبيرة اللي بتبقى واخدة
مقدمة العربية كلها بالكامل دي، بتبقى جاية بلون الأسود البيانو بلاك اللامع، تديها شكل فخم وفي نفس الوقت رياضي برضو. ولكن المقدمة بتاعتها فيها إيحاء شوية من الكاديلاك السكالد. متهيألي هما مستوحين المقدمة دي منها يعني، أو واخدينها مقتبسين الشكل ده منها، أو يمكن هي بتدي إيحاء بكده بس مع الداي لايت اللي هو شكله حلو ومميز وحجمه كبير وجايب اللي هما بالعرض. والجزء اللي فيه العلامة كمان بتاعت جيلي، ده جزء زجاجي كده، وفيه الخط المضيء اللي هو اللي بالعرض اللي حوالين اللي هو العلامة، وواصل بين الدايلايت اللي على الجنبين. دايلايت كمان ليه جزء طويل جاي في الاكسدام بالطول، مدي شكل برضو حلو وعصري، ومدي إيحاء بالعرض للاكسدام الأمامي. والفوانيس الرئيسية بتاعتها بإضاءة LED متطورة جاية تحت الدايلايت على طول، حجمها صغير ولكن إضاءتها طبعا متطورة وحديثة، وشكلها مدمج اللي هي بتبقى زي المدمجة في الشبكة دي كده. والشبكة السفلية كمان حجمها كبير وفيها فتحات تهوية كبيرة وجاية بلون الفايبر الأسود، ومكملة الشكل بتاع مقدمة السيارة اللي شكله هجومي وحلو وشيك وفخم. والكبوت بتاعها متوسط الحجم واللي فيه سلاحين على الأجناب، وكبوت جاي عدل فتبقى شايف أبعاد العربية بسهولة. والقوائم بتاعتها كمان رفيعة مش عريضة. ما نيجي نشوف تصميمها الجانبي، هو جاي برضو بالتصميم اللي هو اللي فيه الخطوط الحادة البارزة اللي شفناها برضو في سيارات كتير من الموديلات الحديثة، خاصة التوسان اللي هي الجديدة. برضو هي اللي فيها الخطوط اللي هي كانوا بيسموها سيوف الساموراي دي، اللي موجودة في التصميمات بتاعت هيونداي الحديثة. هنا برضو خط كتف جاي واضح وبارز من أول الرفرف الخلفي ومايل في الأبواب الأمامي والخلفي برضو واضح وبارز فيهم قوي. بيقابله خط برضو جاي بارز في الرفرف الأمامي مقابل ليه أعلى منه شوية، في خط بارز جاي في أسفل الأبواب برضو. الخطوط الحادة والبارزة دي بتدي شخصية وعرض للعربية من الأجناب، فيها دوائر الرفرف والأعتاب الفايبر اللي بتميز فئة الاس يو في. مساحتها الزجاجية الجانبية برضو كبيرة مش صغيرة، متناسبة مع حجم العربية اللي يعتبر كبير مش صغير يعني. وما نيجي نشوف تصميمها الخلفي برضو تصميم عصري وحلو ومميز، فيها إيحاء شوية من تصميمات سيارات فولفو. العربية كلها من تطويرها بالفوانيس الطولية دي، واللي جاية برضو بإضاءة LED بالكامل، وفيها كمان اللايت بار اللي واصل بين الفانوسين بعرض الشنطة، ده اللي بيدي شكل حلو وعصري، بيدي برضو إيحاء بالعرض للسيارة من الخلف. والجزء اللي ده كله اللي فيه اللايت بار ده كله زجاجي كده شكله حلو قوي، وعلامة جيلي وستار راي وكله بلاكد اوت، يعني كل العلامات سودة في العربية. مساحة الزجاج الخلفية كبيرة مش صغيرة، فيها سبويلر خلفي، وكمان ليها ديفيوزر جايب لون الاسود البيانو بلاك اللامع، وحواليه اطار كده من الكروم المطفي، في جزء من الاسفل جايب لون السيلفر كده عشان يبقى ديفيوزر قوي وشكله كبير ورياضي برضه في نفس الوقت، معزز الشخصية بتاعت العربية. وما نيجي بقى نتكلم على أبعاد الستار راي موديل 2025، هي جاية بطول إجمالي 4 متر 67 وعرض متر 9، وده طول متناسب مع العرض جدا، هيعزز ثباتها بشكل كويس. وارتفاع الكلي حوالي متر 7، وده ارتفاع كبير، وهي العربية عالية قوي عن الأرض، وده برضو يعني بيبقاش كويس قوي للثبات. لكن العربية فيها أنظمة ثبات وأمان كاملة، وعفشتها الخلفية مالتي لينك، وعفشتها الأمامية ماكفيرسون، فكل دي حاجات كويسة للثبات. ولكن برضو الحاجات دي بتتدهور قوي في السرعة العالية بسبب العلو الزيادة عن الأرض، لأن العربية خلوصها الأرضي حوالي 19 سنتي، فده ارتفاع كبير قوي. خليها طبعا تبقى تمشي في الطرق الوعرة والحاجات اللي هي اللي فيها مطبات وكده، ميبقاش عندها مشكلة. ولكن ده بيأثر على الثبات بشكل كبير. وقاعدة عجلاتها 2 متر 777، 2 متر 777، قاعدة عجلات كبيرة مش صغيرة، فمديها صالون كبير واسع من جوه وهنشوفه بالتفصيل. كمان شنطة كبيرة حوالي 610 لتر، شنطة ضخمة من أكبر الشنط في الفئة دي. طبعا حافة تحميلها واطية وزاوية فتحها كبيرة، والشنطة العربية كمان سقفها عالي، فطبعا هتقدر تحط الشنط وتشيلها بكل سهولة، وتحط فيها شنط كتير قوي. ده كمان وانت مش قافل اللي هو الكنبة الخلفية، وفيها إمكانية كمان طي الكنبة الخلفية تلت وتلتين، فتقدر توسع المساحة دي أكتر من كده كمان.
يعني هي عربية الأسرة كبيرة من 5 أفراد، حجمهم كويس، كبار يعني، وبالشنط بتاعتهم بكل حاجة هتشيلهم بشكل كويس ومريح. ما نيجي بقى نشوف الانتريور او الصالون بتاع الستار راي موديل 2025. طبعا زي ما قلنا هي عربية فلاج شيب او العربية اللي هي الفارهة بتاعت جيلي في الفئة دي. طبعا خامات الداخلية خامات عالية الجودة، سواء في التابلو او في الابواب او في الكونسول او الكراسي. كل الخامات جلد والكنتارا، وجلد كمان خامته حلوة، والتطريز حتى بتاع الكراسي والابواب كلها خامات كويسه جدا، والخامات كلها اللي في الابواب سوفت، واللي في التابلو وفي المسند الوسطي وكل حاجه خامات كويسه جدا. حتى البلاستيك اللي موجود الاجزاء السفليه من التابلو والكونسول كله بلاستيك عالي الجودة يعني، مع أجزاء بقى أسود بيانو بلاك ودي لايت وحاجات شكلها شيك وعصري قوي. في التابلو في الكونسول وفي الأبواب، وكل ده بيدي إحساس بالفخامة، بيدي كمان عزل كويس للصوت. والعربية دي عزلها للصوت كويس جدا من جوه. ودي الطارة بتاعتها، طارة تعتبر فور سبوك، اللي هي رباعية الأذرع يعني. ودي شيب ومكسية بالجلد، وشكلها فخم وحلو برضو، فيها اسود بيانو بلاك. وفيها تحكمات المالتي فانكشن كلها، تحكم منها في اللي هي لوحة العدادات وفي الشاشة الوسطية. وفي شاشة العدادات كمان، شاشة 10.5 بوصة كبيرة فيها بيانات السيارة بالكامل، وأوبشن كتير قوي بيظهر عليها من اللي موجود في السيارة. طبعا دي الشاشة الوسطية، شاشة 14.5 بوصة، شاشة ضخمة جدا وطولية. وفيها بروسيسور عالي، فده بيخلي أدائها سريع، وفيها أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، وبلوتوث طبعا. تتحكم منها في اغلب وظائف السياره، وبيظهر عليها تحكمات التكييف. هنا مفيش بقى ولا زراير للتكييف ولا اي حاجه، كل التحكمات موجوده في الشاشه. انا ما بحبش الموضوع ده، انا بحب الزراير تبقى موجوده عشان لو في مشكله في الشاشه ولا حاجه اغلب الوظائف اللي في العربيه هتعطل، فانا ما بحبش كده. ولكن هو ده اتجاه عام بقى موجود في سيارات كتيره من الحديثه يعني. تحتها مساحة تخزين، والفئات العالية بيبقى فيها شحن وايرلس ومخارج تايب سي. وبعد كده هنا في 2 كاب هولدر، والجزء ده من الكونسول شكله شيك قوي. واللي هنا عصاية الفتيس او التحكم بتاع نقل الحركة، هنا ده شيفت باي واير وشكله شيك قوي وفخم، ووراه الهاند بريك الكهرباء والاوتو هولد. وبعدين المسند الوسطي اللي مكسي بالجلد برضو. الجزء ده من الكونسول كله شكله شيك قوي وبريميوم قوي، وهي الخامات اللي جوه العربية كلها بريميوم قوي، واضح قوي على الكراسي وقعدتها والماتيريال بتاعها، وكراسي طبعا كهرباء. الشكل كله العام للانتريور بتاع العربية كله شكله حلو قوي وعصري وشيك، وخامات كلها سوفت وبريميوم قوي. ده بيدي تجربة ركوب كويسة جدا جوه العربية. وفيها فتحة سقف بانوراما زي ما احنا شايفين، حجمها كبير قوي وضخمة. وهنا دي الكنبة الخلفية، كنبة تسع ل3 أفراد بالغين يقعدوا براحة كويسة جدا، سواء اللي على الجناب أو اللي في النص. العربية قاعدة عجلاتها كبيرة 2 متر 777، فدي مديها مساحة أرجل كويسة جدا، حتى لو ناس طويلة مش هيبقى عندهم مشكلة، حتى لو الكراسي الأمامية راجعة لورا. مساحة الرأس طبعا كبيرة لأن العربية سقفها عالي. الخامات بتاعت الكراسي برضو أو الكنبة الخلفية كويسة جدا زيها زي الأمامية، والخامات بتاعت الأبواب الخلفية زيها زي الأمامية برضو، خامات كلها عالية الجودة. حاجة كويسة جدا، هتدي تجربة ركوب للناس اللي قاعدة ورا كويسة جدا، ما تختلفش عن الناس اللي قاعدين قدام. هنيجي نتكلم بقى على عوامل الامان اللي موجوده فيها اي بي اس واي بي دي واي اس بي نظام الثبات الالكتروني وتراكشن كنترول، حوالي 6 ايرباج وحساسات اماميه وخلفيه، ونظام التحذير من الخروج من المسار، وكمان المحافظه على الحاره المروريه، ومثبت سرعه ادابتيف اللي هو الذكي، وفرامل طوارئ، ومساعد الفرمله، مساعد المرتفعات، وجنود 19 او 20 بوصه على حسب الفئه. لما نيجي نتكلم على الاوبشن برضو، هي فيها شاشة العدادات الديجيتال 10.5 بوصة، والشاشة الوسطية اللي هي الطولية دي 14.5 بوصة ببروسيسور قوي، وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وبلوتوث طبعا، وبتحكم منها في اغلب وظائف السيارة. وفيها امبيانت لايت، وفيها كاميرات 360 درجة، وفرش جلد، وتكييف اوتوماتيك ديول زون، وفتحة سقف بانوراما، وساوند سيستم من انفينيتي. يعني العربية فيها شوية اوبشن رفاهية حلو جدا، وعوامل امان برضو كتيرة مش قليلة. وطبعا الخامات عالية الجودة. وكمان هي تبع جيلي، وجيلي تعتبر يعني ثابتة نفسها في السوق المحلي.
وعربياتها كويسة ما فيهاش مشاكل كتيرة يعني، ولكن طبعا دي عربية جديدة فأكيد قطع غيارها هتبقى غالية شوية، مش موجودة كتير. ده للي بيدور على الحتة دي، ولكن دي عربية تعتبر عربية يعني من الفئة اللي هي الفاخرة شوية، وغالية مش رخيصة. هي أقل من ال2 مليون بحاجات بسيطة. بس كده قلنا كل حاجة عنها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. وشكرا.